هم كده يعني، هو لائق عليه هذا قميص النوم الاعلى وقميص الخروج الاسفل. نعم. مشوار مرتضى منصور، مساء الخير يا فندم. خير يا استاذ. تضحك على ايه؟ لا اصل هو الواد محمد ناصر كان لابس قميص نوم احمر برضه الاسبوع اللي فات وطالع برضه بيهاجمنا، وده امبارح لما شفته لقيته، انا بشوف بالصدفه كده بتاع المواقع دي كده، لقيته لابس قميص نوم اسود. بس الغريب زي ما سالت انا يوم الجمعه يمكن مع الدكتور سعيد حسين، يعني لا معتز اخوانجي ولا ناصر اخوانجي ولا الواد ايمن نور اخوانجي ولا علاء صادق اخوانجي ولا ثوريين ولا كان ليهم كلام قبل 25 يناير. هو السؤال ليه هم هربانين في تركيا؟ يعني انت يا جمال حشمت لما يهرب يا عم ده كده اخوانيه. هو السؤال انتوا هربانين ليه؟ واخد بالك؟ هم هربانين بس عشان حاله الشذوذ اللي موجوده دي. الشذوذ بالظبط يا بيه، واحد لابس قميص نوم، هو قدامنا لابس قميص نوم. انما انا بس عايز اعلق على يعني انا هتكلم على البلديه، بس البلديه المقدمه اللي انت قلتها. اولا بالنسبه لابو العلا ماضي، واضح ان في ناس في الدوله في غيبوبه، واضح انه بيهيئوا الامور زي ما حصل قبل 25 يناير، وكان النظام اللي موجود مستهتر باللي بيحصل، ومعظم النار من مستصغر الشرف. انا شفت في حزب الكرامه امبارح تقريبا الراجل المجنون اللي اسمه معصوم ده ولا مختوم ده ولا معرفش اسمه ايه، اللي ما يعرفش الراجل ده كان سفير. سفير، لا كان سفير. ده مجنون طبيعي، ده مش طبيعي على فكره. الواد اللي اسمه خالد داوود اللي الترميه ماشي في وشه ده، وقاعدين والارض اتباعت ومش عارف ايه وحاجات كده، خد بالك، وبيع ارضه مع اي كلام يعني. انا كان امبارح عند الدكتور علي عبد العال، فقابلت واحد من اللي عاملين الهيصه دي. قلت له انا عايز اسالك سؤال، في قاضي في الدنيا في اتنين قدامه طرفين، انا يا عم طرف اول وانت طرف تاني قدام القاضي، لو القاضي حط صورتك على صدره قبل ما يحكم ده ينفع قاضي؟ لا طبعا. سؤالي واضح. كان الاخ بقول الاخ طنطاوي اللي على طول مع الاستاذ وائل البراشي، انت يا راجل هتجيلك الاتفاقيه وهتجيلك لجان تفحص وخرايط زي ما الرئيس قال ومعاهدات ومستندات، ازاي تصدر حكمك قبل ما تشوف القضيه؟ وبعدين انتوا بتهيجوا الراي العام. افرض دلوقتي الورق بيقول ان ده للسعوديه، انت بتخوفنا؟ يعني انت دلوقتي بترهب الناس ان اللي هيقول بقى لا دي مصر، دي السعوديه باع ارضه، اللي بيقول لا باع ارضه مش وطني وهم الوطنيين. واحد ولد عيل كده رقيع، قريت له في برنامج كده من الجرايد الصفرا دي انه قدر يوثق 300 راي من اعضاء مجلس النواب، عيل ملوش لازمه اصلا يعني. 300 راي من اعضاء مجلس النواب خلاص دول ضد انه يدوا الارض للسعوديه. يا ابني انت هو مجلس النواب ده مجلس محترم، وكل النواب اللي فيه محترمين فيه ما عدا خلاص 10 15 واحد اللي انا مسميهم فرقه من غير اسماء. فرقه ضوضاء من غير اسماء. فرقه ضوضاء البرلمان. الناس عارفه خلاص. الباقي محترمين، سواء بقى مستقلين، وفد، مستقبل وطن، مصريين احرار، دعم مصر، كله بصراحه. نعم. دعم مصر، كله ناس محترمه. نعم. تمام. الناس دي كلها خونه، الناس دي كلها كده على بعضها خونه، وانتوا شويه عيال صيع، انتوا اللي محافظين على صدقوا فاهم بالله ما يعرفوا فين تيران والصرافير دي اصلا فين. والله ما يعرفوا هي فين، واخد بالك؟ انما هم عايزين يعملوا خناقه مع السيسي. خلي بالك، هي خناقه. انا عايز اتخانق مع السيسي. مره اتخانق علشان قانون التظاهر، ومره اتخانق معاه مش عارف عشان مين. وللاسف بعض الناس دي بيقعدوا مع الرئيس، قلت تاني للاسف، وبيحضروا معاه مؤتمراته، بيروحوا معاه شرم الشيخ. ما هو الرئيس يعني بيتسع لا يا فندم، ده في البنت الهبله العبيطه دي اللي الراجل اتصور معاها، واخد بالك، وهي قالت لك اصل احنا الاتفاق ان احنا نتصور سيلفي، وكان مسبق واي قله ادب واي سفاله. يا سعاده الرئيس من فضل حضرتك قيمتك وكيانك وكرامتك من كرامه المصريين، مش اي حد حضرتك تقعد معاه، مش عبد الله السناوي وعبد الحليم قنديل والاشكال دي. من فضل حضرتك احنا زهقنا. لما تيجي حضرتك النهارده تتكلم بقى على الاتفاق اللي حضرتك بتتكلم عليها ده، وداعي ناس يتكلموا وانت فاتح الملف، انا ما اعرفش الارض دي تبع مصر ولا السعوديه الا ما اشوف الورق واحكم. والراجل رئيس مجلس النواب قال لك هنفحص وهنقعد وهنطول. لا، انتوا خونه، احنا المصريين، انتوا اللي بعتوا البلد، انتوا العملاء بتوع امريكا جايين تكلموا دلوقتي، انتوا عملاء قطر وتركيا. ده الجزء الاول. جزء ابو العلا ماضي اللي حضرتك اتكلمت فيه، مين اللي طلع ابو العلا ماضي من السجن؟ وعشان كده بقول يا جماعه
احيانا تاني احيانا قانون الاجراءات الجنائيه ما بيسعفش القاضي وكيل النيابه. يا فندم لازم الدستور يتغير في الماده بتاعه الطوارئ. الطوارئ 6 اشهر وبالعافيه. طب انا بقالي 4 سنين في ارهاب. 3 فين القضيه يا استاذ احمد 250؟ يا معالي النائب العام فين القضيه 250؟ يا سياده النائب العام فين القضيه 250؟ يا مصر فين القضيه 250؟ وفين القضيه مش عارف 137 مكان بتاع التمويل 173 شغالين فين يا فندم؟ فين يا استاذ احمد؟ نعم. الشعب زهق. الناس دي مجرمين خانوا الوطن زي ما انت جايب ادله دلوقتي وبنسمع وهنتكلم في الراجل المجنون ده دلوقتي. وده راجل مجنون. احيانا لما عايز يعمل عبيط بيقول لك يتفتف وتهته. لما يكون عايز يوصل المعلومه صوته عادي واضح زي كل الناس ما بتتكلم. يا سياده النائب العام من فضل حضرتك، يا معالي وزير العدل يا محترم يا حسام بيه عبد الرحيم، من فضلكم القضيه دي فين والقضيه دي فين؟ يعني احنا راجعين تاني لنكسه 25 يناير. انا بقول لك اهو. ليه؟ الشعب بتاعنا طيب، الشعب بيصدق، ودول زي ما انت قلت اذرع اعلاميه شغاله، اذرع اعلاميه شغاله. ازاي انا النهارده سبب العلماء زي ما انت بتقول بيقول نفس الكلام اللي اتقال في تركيا من حوالي 3-4 ايام اللي هي ما اعرفش مين يوحدنا ومين يجمعنا. أيوة. اي كلام. نعم. نفس الكلام اللي بيتقال ونفس الكلام دون. خلي بالك اللي بيتقال هنا مع احترامي لاصدقائك هو اللي بيقول عمرو اديب، هو اللي بيقول يوسف الحسيني، هو نفس الكلام. لما الراجل انتحر لو انت شفت قاعد يتريق يقول لك ايه؟ نحر وقتل وريني الكوفيه واصل الكوفيه. اي قله ادب يا استاذ الفاضل من فضل حضرتك. البلد دي فيها اجهزه محترمه تشتغل واللي مش قادر يشتغل يروح. انا سامع ان عشان فيها صحفيين كبار واعلاميين كبار وسياسيين كبار تمام، بس مصر اكبر من كل دول. مصر اكبر منهم كلهم. وحضرتك طول ما ايدك مرتعشه مش هتتقدم. واديك شايف كل يوم قله ادب في الاعلام، وكل يوم ولادنا بيموتوا في سينا. اللي في سينا ده يا جماعه ده مش ارهاب، دي حرب. دي حرب شغاله. حرب شغاله كل يوم. وبدل ما احنا نقف ورا الجيش والشرطه، وانا بقول انا اعتقد رئيس الجمهوريه وقاعد انتقد ايه المشكله، لكن من بلدي من جوه بلدي ما حدش بيقبضني. لكن طول ما في العيال دي بتقل ادبها ويسقط حكم العسكر والسفاله واللي انت عمال تذيعه دون الكلام دون، بالعكس انا سعيد بالبرادعي بصراحه، لانه كشف المجموعه اللي حواليه. قال لك فيما عدا طبعا الدكتور زويل المحترم، ده راجل محترم، ويحيى الجمل ده راجل محترم تمام. فيما عدا ذلك هو بيكشف ناسه. ما دول اللي قال لك عليهم دلاديل ومنافقين وافاقين وزبالين، مش دول بتوعه؟ مش هو كشف برضه الست منى الشاذلي وريم ماجد ويسري فوده وعمرو اديب ولميس اللي كانوا بيجروا ورايا؟ هم دول الازرع بتاعته. من فضل حضرتك ما خدتش بالك من جمله قالها لما قال، وانا يمكن طلبت منك اللي قاله بالانجليزي ترجموه عشان في قله ادب برضه. حضرتك ما خدتش بالك لما قال عايزين يعملوا حزب ومصطفى النجار متخانق مع الواد زياد اللي قال على سياده المشير نعم. المحترم انه يبقى لفظ بذيء؟ عملوا له ايه؟ ولا عملوا له حاجه. متخانقين مع بعض وقال لك عايزين يعملوا حزب، وبعدين قال لك ايه؟ الحزب ده بيقول 35، ما تعملوا لغايه 50 سنه عشان عمرو الشوكي يخش هو حمزاوي. مش انت يا شوكي اللي انت عايز تخش؟ مش انت برضه بتاع في القضيه بتاع 250 بتاع التمويل؟ يا استاذ الفاضل دول لسانهم طويل. وبعدين لما احمد لما انت جالك حكم حبس 2 في حد فيهم طلع قال ليه؟ ولا حد نطق، بالعكس كانوا شمتانين. والنقابه بتاعتك بعتت لك عايزه تتحقق معاك لو تفتكر تمام. انما لما ابراهيم عيسى اللي شتم سيدنا محمد والرسول عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وقال عليهم دول بلطجيه وارهابيين، خلاص لميس مش عاجبها، ويوسف قال لك انا بيعيط انا ماشي يا ريس وهفضحك لو انا مشيت بالطريقه دي، وعمرو قاعد يقول لك مين؟ هم نفس القصه، طهروا الاعلام عشان البلد تتقدم. اما اللي قالوا لهذا الرجل المجنون لو تفتكر. قول لي يا سياده المستشار عشان عايز كلام حضرتك الواضح في قصه كلام سليط اللسان محمد برادعي، لانه في اجراءات دلوقتي بتعمل في مجلس النواب، طلبات احاطه، اسقاط جنسيه، سحب قلاده النيل. ايه الاجراءات حضرتك داخل في انهي اجراء من دول؟ هل مع الاثنين ولا بص يا استاذ احمد 2009 اول ما جه